السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. ايه رأيكم في المنظر الجميل ده؟ واحدة متابعة حبيبة قلبي طلبت مني ان اصور لها يوم في الخضرة. سامحيني يا حبيبة قلبي، هو انا قدرت اصور بس المقطع ده. دخلت البلكونة وصورت لك المقطع الجميل ده، يا رب يكون عجبك. قبل ما نبتدي الشغل كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونحط اللايك. معانا النهارده شغل كتير، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. معانا دستتين ونص جاتوه و... وتورته كبيره، وعرض اللي هو ب150. ده اول حاجه. معانا الصاج ده زي ما قلت لكم قبل كده، مقاسه 39 في 55. بعمله باربع كوبايات ونص دقيق، وكوبايتين ونص وكوبايتين وربع سكر وكوبايتين وربع ميه، وثلاث معالق محسن جل كبار، وست بيضات لو البيض كبير، وسبع بيضات لو البيض صغير، ورشة ملح ومعلقتين خل، ومعلقتين ونص كبار بيكنج باودر. يا رب ما اكونش نسيت حاجة، وهكتب لكم المقادير كلها في الكومنتات. وزي ما انتم شايفين كده قسمت الصاج ده بالنص. هنعمل دستة فانيليا ودستة شوكولاتة. يعني انا عملت المقدار مرة واحدة عشان خاطر العجان بتاعي كبير. لو انت العجان بتاعك صغير بتعملي المقدار على مرتين، لكن انا عملته مره واحده. وقسمت المقدار وانا بحطه في الصاج نص، يعني حطيت نصه الاول، على قد ما قدرت احدد. يعني حتى لو جه جزء من الفانيليا على الشوكولاته مش مشكله خالص يا حبيبي قلبي. لو جه جزء من الفانيليا على الشوكولاته برضه مش مشكله خالص، يعني ما حدش هياخد باله. الكريمه طبعا بتداري كل حاجه، زي ما قلنا قبل كده ان دسه الجاتوه بتاخد لها كوبايه كريمه. انا ضربت 3 كوبايات كريمه طبعا، يعني ضربت تاني حوالي كوبايتين يومها، والله ما فاكره ضربت قد ايه، بس طبعا ال3 كوبايات ما كفوش كميه الشغل اللي احنا اشتغلناه. بظبط مقاس الدستة بتاعتي الطول بسيبه زي ما هو، انما عرض الجاتوه بسيبه حوالي 23-24 سنتي، عشان خاطر لما اجي اقطع القطع اعرف احطها في الكرتونة ويبقى شكلها حلو. والقطعة كمان بتبقى كبيرة بسم الله ما شاء الله يعني. هنجلس كده الدستة معانا زي ما قلنا. دي الدستة الفانيليا. عندنا النهاردة شغل كتير، ربنا يعيننا ويقوينا. طبعا احنا في ايام المدارس، الشغل بتاعنا مواسم زي اي شغل. فطبعا في المدارس مفيش شغل كتير، فسبحان الله الواحد ما بيصدق يجيله شغل وما يقدرش يقول على حاجة لا، لان احنا بنقعد بالكام يوم قاعدين مفيش شغل. يعني هتعملي تورتايه في اليوم، هتعملي دست جاتوه، يعني بيبقى الشغل قليل كده الحمد لله. ربنا يعين الناس كلها يا رب. الناس طبعا ملخومة في المدارس وفي المصاريف وفي الكتب وفي الكشاكيل، الله يعين الناس كلها يا رب. فطبعا عشان يعني اللي لسه بادئه جديد وما بيجيلهاش اوردرات، تبقى عارفة ان شغلنا مواسم، وبرضه بيجي عليه وقت يشتغل ويجي وقت ما يشتغلش. عشان خاطر انا زيكم بالظبط، يعني في اول شغلي خالص اول ما ابتديت لما كان بيجي وقت زي كده وما كانش بيطلب منه اوردرات كنت بزعل قوي، ما كنتش ببقى فاهمه ايه السبب. لحد مع الوقت الواحد عرف ان يعني الشغل مواسم، وفي وقت فيه وفي وقت ما فيش. اول حاجه معانا هنا جلسنا الشغل بتاعنا كله، جلسته عامه وحطيته في التلاجة واشوف ايه اللي ورايا. وبعد كده بعد ما نتغدى ونعمل غدانا هنا، طلعنا نزين الشغل بتاعنا. معانا هنا طبعا دستة الجاتو اللي هي الفانيليا. هو الدستتين كانوا الاتنين غير بعض، يعني الاتنين مش كانوا اوردر واحد، لا الاتنين كانوا اوردرين. فعشان كده عملت انا ال يعني اللهم صل على سيدنا محمد، عملت دستة الفانيليا ستة فراولة زي ما احنا شايفين، وستة مانجا، لانها هتتقسم على 2، مش هياخدها شخص واحد. يعني لو هياخدها شخص واحد كنت هقسم الدستة بتاعتي على 4 تربع. يا رب تكون المعلومة واصلة. وحمدت ربنا طبعا انها لشخصين، عشان خاطر كان يعني الوقت كان ضغط عليا قوي، وما كنتش يعني هلحق اعمل 4 قطع. كان كده بالنسبة لي اسهل كتير. عملت نص جيلو فراولة ونص جيلو مانجا.
يعني التزيين اللي انا عامه بعمله في الجاتوه هو الحمد لله بيعجب الناس، مفيش حد اشتكى، الا اذا كان حد بقى ما بيحبش حاجه معينه زي اللوتس كده مثلا ويطلب يقول لي ما تعمليش لوتس، لكن الحمد لله كل الاشكال بتاع الجاتوه بتاعنا الحمد لله الناس بتحبها. سامحوني على الازعاج يا حبايب قلبي، اظن انتوا شفتوا في اول الفيديو ايه مصدر الازعاج، انا بيتي على الطريق وعلى طول زي ما انتوا شايفين كده. دي كده كانت ده تاني دستة معانا، هعملها برضو نص ونص. ده كده جناش الشوكولاتة، بسم الله ما شاء الله شكله بيلمع زي ما انتوا شايفين. حبايب قلبي اللي طلبوا مني ان انا اعمل لهم جناش الشوكولاتة ان شاء الله يا رب اعرف اعمله لكم في الفيديو الجاي. هو مقاديره سهلة خالص، هو كل 100 جرام شوكولاتة خام عليها 50 جرام مية، عليها حوالي مثلا 3 معالق زيت. اهم حاجة تحطيها على البوتاجاز تكون النار هادية جدا وتكوني واقفة جنبيها عشان خاطر ما تسيبهاش يعني، وهي ما بتستحملش، هي بتسيح على طول يعني. وانا عندي بصراحه جيلو الشوكولاته اللي انتوا شايفينه اللي انا حاطاه في الازازه ده، الجيلو ده برضو بحط منه على الجناش بيديها سمك حلو قوي وشكله بيبقى حلو يعني. تاني اوردر معانا هنعمل تورته مقاس 28 في 28 من اكبر صينيه مستطيله. الصينيه دي بنحط فيها 750 جرام دقيق سبونش يعني كيلو الا ربع، وبنحط عليهم 9 بيضات ومعلقه محسن جل كوبايه الا ربع ميه كده، يعني ما تكتريش الميه عشان خاطر القوام بتاع الاسبونج يطلع مظبوط. ونضربهم في العجان لحد ما يدينا كده قوام زي قوام الكريم شانتيه، وبعد كده بنقسم المقدار زي ما احنا متعودين، نص فانيليا ونص شوكولاته زي ما احنا شايفين كده. بتقعد في الفرن حوالي يعني ساعه وعشرة ساعه وخمس دقايق حسب طبعا الفرن بتاعك. انا زي ما قلت قبل كده كتير انا والله ما بحسبش الوقت، يعني انا بفتح الفرن كده اما بشم ريحه اشوفها كده احط ايدي عليها اشوفها استوت ولا ما استوتش، وقبل ما بطلعها بحط اللي هو العود بتاع الشيش طاووق ده، ولو طلع ناشف خلاص بطلع التورته بطلع الاسبونج بتاعي. لسه حسيته انه لين شويه بسيبها 5 دقايق 10 دقايق وبعد كده اطلعها. اهم حاجه ما يعني تاخدي بالك ما تسيبهاش لحد ما تتحرق عشان تبقاش محروقه من تحت. طلعت معايا 3 طبقات كده، طبعا انا هي بتبقى زياده عن ال30، والله ما فاكره هي بتبقى كام مقاسها كام بالظبط يعني. فانا بقيس المقاس على قد القاعده بتاعتي دي 30 في 30، فبقيس حوالي مثلا 26 27 علشان تسيبي مكان للتجليس، عشان خاطر انت لو قطعتي بالظبط على المقاس 30 مش هتعرفي تجلسي التورته بتاعتك. يعني انت وانت بتقطعي بتحسبي مقاس، بتسيبي مثلا حوالي سنتي ونص من هنا وسنتي ونص من هنا عشان خاطر تعرفي تجلسي التورته بتاعتك. يعني بقطعها بتبقى حوالي 26 27 حسب ما انت عايزه. التورته دي هتبقى عليها لون من بره، يعني هتبقى الكريمه ملونه، فعشان كده انا هحشيها من جوه واحط صوصات. الصوصات بقى اللي عندك حطيها، انا حطيت جيلو فراوله وجيلو مانجا وبشرت شوكولاته وحطيتها وحطيت نوتيلا زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بصراحه كانت جميله بسم الله ما شاء الله وعجبت اصحابها الحمد لله. دي كده كانت اول طبقه معانا، حطينا فيها اللي هو الجناش بتاعنا وجيلو مانجا وبشرت الشوكولاته وحطيتها. وبعدين يعني انا كل ده شغاله ببص في التليفون لقيته مش بيصور. دي كده كانت تاني طبقه معانا حطيناها، وحطيت الكريمه وحطينا جيلو فراوله ودي نوتيلا. وطبعا لو عندك شوكليت شيبس حطي، بس عندي في ناس كتير مش بتحبه بتقولي بيقرمش يعني، لكن انا ببشر شوكولاته واحطها بتبقى حلوه قوي. مشي حالك يعني. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين التورته عاليه، 3 طبقات على مقاس 8. بجيب المنشار بتاعي كده طرنش واظبط الجوانب بتاعتي عشان خاطر ما تاخدش كريمه كتير واعرف اجلس التورته بتاعتي. الحمد لله الجو ابتدى يتعدل شويه وابتدت الكريمه تصمد معانا شويه في المطبخ. احط انا كميه كريمه كده حلوه على التورته، هجلسها تجليسه كده خفيفه بالكريمه البيضه، وبعد كده هعمل كريمه بينك
زي ما هي طلبت. قالت لي اعملي على التورته كرتون لولو. طبعا انا ما كنتش اعرف كرتون لولو ده، وكنت اول مره اعمله. دخلت طبعا على بنترست وكتبت وخدت الصور وبعتها للي بيعمل لي التوبرات بتاعتي وعملتها، والحمد لله انها عجبت صاحبتها. طول ما احنا بنشتغل، طول ما احنا بنتعلم وبنشوف حاجات احنا ما كناش نعرف عنها حاجة. هنا كانت الكريمة بتاعتي خلصت، حطيتها في التلاجة وعملت كريمة تاني، وعملت لها الكريمة البينك بتاعتها. بس الاول احط لها الكريمة البيضة عشان ما تاخدش كريمة ملونة كتير. وحشتوني وحشتوني، معلش سامحوني على الغياب، غصب عني والله. الموضوع طلع رخم وطلع يعني مش زي ما كنت انا متخيله. انا كنت متخيله ان اول ما كده ما تتفعل القناه الدنيا هتمشي وهيبقى الموضوع يعني احنا بنشتغل برضو في الاول في الاخر عشان خاطر يبقى فيه مصدر رزق يعني. لكن الموضوع طلع رخم جدا و... ومتعب يعني. فربنا يعيننا يا رب. يعني الواحد كده يقعد يشتغل سنتين 3 عشان خاطر يجيب فلوس من القناه دي. لكن والله العظيم والله العظيم كومنتاتكو هي اللي بتفتح نفسي وبتخليني اشتغل واحب الشغل عشان خاطر كومنتاتكو بس والله. كده خلاص جلسنا التورته بتاعتنا تجليسه خفيفه كده في الاول. هجيب بقى الكريمه الملونه بتاعتي اللي انا عملتها تحطيها بقى في كيس، تحطيها زي ما انا عملت كده، زي ما تحبي اعملي. بصراحه انا كنت مستعجله، كنت عايزه اخلص عشان في اوردرات عندي المفروض ان انا اسلمها بدري، وانا كنت عايزه اخلص صراحه الاوردرات كلها عشان اشوف ورايا ايه. حطيت كده الكريمه بتاعتي زي ما انتوا شايفين فوق كده التورته، وبالسباتولا بتاعتي بنزل كده على الجوانب واحده واحده خالص. التجليس سهل بس انتي واحده واحده. وبصراحه القعده الستانلس دي تحفه حلوه كتير كتير عن القعده البيضه اللي احنا كلنا جبناها يعني في بدايه شغلنا. قعدت معايا كتير جدا. بس القعده الستانلس دي حلوه قوي، سلسه كده وبتلف يعني. التانية مزعجة بصراحة، انما دي حلوة قوي. لكن كلنا في البدايات طبعا جبنا القعدة البيضة دي. انا كان نفسي قوي 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 في القعدة الستانلس دي، وبرضو من الشغل حوشت لحد ما جبتها. وبصراحة هي حلوة يعني. حوشي من شغلك وهاتي اللي انت عايزاه، ما تستعجليش، واحدة واحدة هتجيبي كل اللي نفسك فيه. دلوقتي اما بنزل اجيب اي حاجة اكتر مشترياتي بقت للشغل، ما بقتش لنفسي حتى. يعني بقيت احب اجيب اي نواقص في الشغل بقت اهم حاجة بالنسبة لي. ان انا اخلي الشغل بتاعي ما فيش حاجة ناقصاه. انما انا الاول ما كنتش كده خالص. يعني انا كنت بحب اشتري ادوات مطبخ جدا، كل ما يطلع حاجة جديدة احب اشتريها. كنت مهووسة بصراحة بأدوات المطبخ. انما من ساعة ما اشتغلت وابتديت شغل بقت كل تفكيري وكل تركيزي على الشغل بتاعي، واجيب النواقص بتاعتي. ولو في اي حاجة زي التبات، زي اللي هو الاسباتولات، الحاجات دي بجيبها الحمد لله. بس بخلي الشغل بتاعي هو اللي يجيب اللي هو يعني الشغل اللي يكفي نفسه. كده خلاص جلست التورته بتاعتي وسخنت الاسباتولا ديت ومشيتها كده على التورته زي ما انتم شايفين، خليتها ناعمه. واحطها بقى في التلاجة شويه. بس خلاص هي التورت اللي بيبقى عليها طبقات بيبقى تزيينها سهل قوي. اهم حاجه الحشوات من جوه، وبعد كده التزيين من بره بيبقى سهل. اعمل بقى كده بالروزيتات. يعني غمقت اللون شويه
حطيت عليه كده لون تاني لحد ما غمق شوية عن اللون اللي احنا عاملينه، وعملت كده روزتات واحزم التورته بتاعتي من تحت، وقص الطبقات بتاعتي وابتدي احط الطبقات، وكده خلاص تبقى التورته بتاعتنا خلصت مفيهاش اي حاجه. قبل ما اقص الطبقات هي كانت طالبه ان انا اكتب عليها اسامي يعني. التب ده تب مكنه البيتيفور، تب الكتابه ده، بس لو انت مش بتعرفي تكتبي او خطك مش حلو، هاتي بقى المولد اللي هو بتاع الشوكولاته اللي فيه الحروف، وسيحي شوكولاته واكتبي بالمولد. لكن انت لو بتكتبي وخطك كويس خلاص يمشي الحال. زي ما احنا شايفين التورته بتاعتنا خلصت، بسم الله ما شاء الله. حطينا شويه كريسبي وشويه سبرينكل، رشينا على التورته كده وعلى جوانب التورته، وخلاص كده خلصت التورته بتاعتنا. قولوا لي يا حبايب قلبي رايكم في الكومنتات. تاني التورته معانا دي كانت بنوته عاملاها لصاحبتها، كانت لسه يعني متجوزه جديد يعني وعيد ميلادها، فكانت عايزه فعامله لها التورته دي. بصراحه الصحاب لما بيبقوا كويسين مع بعض بتبقى حلوه قوي. التورته دي مقاس 16، عملتها 3 طبقات، وطبعا عملت حشوات من جوه عشان خاطر مفيش بره اي صوصات. وهكتب بقى، كانت طالبه مني اكتب لها كل سنه وانا لازقه فيكي. سامحوني سامحوني على الازعاج يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا سامعيني. التورته كانت كيوت وكانت جميله وكان شكلها حلو قوي. هبتدي اعمل قلوب كده في جنب التورته. القلب انت بتعملي واحد مايل من ناحيه اليمين، وقصاده واحد مايل عليه كده من ناحيه الشمال، بيديك القلب سهل جدا مفيهوش اي حاجه. عفوا. طبعا انا قصه الفيونكات وعاملاها. بقالها كتير قوي التورته دي ترند ولحد دلوقتي بتطلب مني. كده خلاص خلصتها، رقيقه خالص والله. بعد كده معانا بقى العرض اللي عملناه قبل كده، اللي هو 5 قطع جاتوه، 5 قطع جاتوه والميني تورته. انا كنت عملتها ويعني عملتها فاضل بس على التزيين عشان خاطر وقت الفيديو ما يطولش عليكم. مش عايزه بس الناس تزهق مني. عملت كده نص جناش ونص نوتيلا. هو ده الشكل المعتاد يعني اللي انا بعمله واللي الناس بتحبه. حط بقى اي حاجه، اي شوكولاتات، اي تزيين انت عايزه تحطيه حطيه. واحده اوريو وواحده كونو، وهعمل عليها كده بالجناش. كده خلاص خلصت التورته بتاعتنا. قلت هنا احط عليها كده نوتيلا بيضة تغير بس من شكلها. التزيين ده بتاعك انت بتعملي اللي انت عايزاه. واحده كانت سالتني قالت لي انت بتغلفي التورته اللي هي اللي فيها الطبقات ازاي؟ زي ما انت شايفه كده يا حبيبه قلبي، انا ما بقفلهاش قوي وبقوم عاملاها بالسلوتيب العريض كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده بحط عليها استرتش عشان خاطر هي هتمشي بيها في الشارع، ما فيش تراب ما فيش حاجه، وشكلها كمان بيبقى احلى، لان العلبه العاليه بتبقى ب45 جنيه وب50 جنيه، فده هيتضاف على تمن التورته. فبصراحه كده اوفر بالنسبه للزبون يعني. كده ده الشغل بتاعنا كده خلص. دي 6 قطع جاتوه، وادي العرض بتاعنا، وادي الدستتين جاتوه والتورته. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بأي حاجة ولو 1%. والله بتوحشوني من فيديو لفيديو،
وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد. ما تنسيش تحط اللايك، ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مع الف سلامة حبيبة قلبي.